والله عندك أغنية مغنى؟ تحياتي ليكم جميعا. وأنا أحيي المنصة محمد الشباب تحياتي ليكم كلكم. وقبل ما أتكلم بشكر كل أصدقائي الأعزاء اللي دعموني بالعزاء. الله يرحمه. وعايز اقول لكم انتوا قطعتوا قلبي، وانا يعني عمال افكر في حاجات تانية عشان ما تنسى. فانا هقول النهارده حاجتين، يعني حاجه عن موضوع الندوه، بس هبدا بحاجه تانية انا كنت يعني انا حاسسها او مختارها للمناسبه اللي انا فيها. يعني الشاعر دايما بيتاثر بحاجه كده كاتب فيها قصيده واثنين وثلاثه، لكن ساعات بيتاثر بحاجه قوي، يعني بيتاثر فيه من جواه، فيجي يكتب يجي يفكر في كلام يكتبه يلاقيه مش حلو. انا يعني سميتها خيانه القلم. يعني القلم خاني، مش خيانه غدر ولا حاجه، لا خيانه عجز، ان القلم مش قادر يكتب كل الحاجات الكتيره اللي بيقولها عليها. فانا النهارده هقول قصيده خاني القلم. كاتب وخني القلم بالذكريات والألم، من شوق وحنين ونغم وجراح وأنين وندم، بين حبي وحنين وشوق السنين ووقت اللي راح في العدم، على حلم ضاع واتهدم، وقلبي اللي ياما اترجم، وأول ما صار اتهزم في عز ضعفي وعز قوتي، ألمي ما كانش لعبتي، وفي حضن وطني وأحبتي كان شوقي وحنيني غربتي، أعيش شوية لصحبتي وشوية عايش لصاحبتي، ألمي وورقتي وغربتي. شكرا. بالنسبة لموضوع الندوة النهارده، وأنا مش مجهزه قوي، بس يعني أنا من مصر الجديدة. مصر الجديدة دايما مظلومة، يعني دايما يعني أصحابي يجوا لي في أماكن تانية ويفضلوا قاعدين وكل يوم عندي وبتاع ويقعدوا يتريقوا على مصر الجديدة. والفسح والهزار وينزل، يعني مصر الجديدة منكم. مصر الجديدة ده كان مش حي بس كان جميل، كان الله يرحمه. كان هو جاي كده يقعد يتنطط كده، تحس ان هو كلب جاي يهزر معاك، او تحس ان هو كان حي. يعني لما بيجي كده كان ليه فرحه والزماره بتاعته وهو جاي كده. الواحد يبقى خارج مع اصحابه، طب تعالى نركب المترو ونروح 4-5 محطات وننزل بقى ننزل نتمشى بروكسي، ننزل نروح سينما. يعني مصر الجديدة دايما أحيائها حلوة يعني، وذكرياتها كانت جميلة. أنا فاكر واحنا صغيرين واحد صاحبي كنا بنلعب بالعجلة، مصر الجديدة كانت فاضية ورايقة، وهي يعني الفترة الطويلة كانت يعني من أرقى الأحياء في مصر. يعني البرنامج نسيتها ليه يا فنان؟ صاحبي زرع في مصر الجديدة يا جماعة، كان والدته قالت له ما تلعبش بالعجلة إلا على الرصيف. يا ابني تعالى نروح ميدان الجامعة، تعالى نروح روكسي، تعالى. لا هتيجي من فنلندا يا ريس، هتيجي من فنلندا. ماما قالت لي ما نلعبش، فاقترحنا اقتراح عليه. كان في رصيف بتاع المترو كبير قوي، احنا نمشي بالعجله على الرصيف ونمشي بقى 4-5 محطات وننزل الميدان ونطلع. يعني كان الرصيف اللي في مصر كده، الرصيف اللي في النص ده كان حكايه اللي جنبه المترو ده ويعني قصص في مصر الجديدة لو أنا مجهز لها كنت حكيت لكم عليها.
النهارده هقول لكم قصيده انا كنت كتبتها في وقتها يعني فتره طويله، لان انا كنت عايز اجسد حاجه انا عايشها كمذكرات ليا. ما كانش في دماغي ابدا ان انا ابقى شاعر بجد. انا كنت بكتب مذكراتي في الشعر. في حاجات كتير انا كاتبها، يعني حتى القصايد اللي انا بكتبها دي رموز لحاجات في دماغي، انا ذكريات بسجل ذكرياتي في الشعر بتاعي. فكان ميدان زفير في محطة المترو ووراها، يعني هو كان قدام المترو ووراها الأتوبيس، في بتاع جرايد طبعا رصيف واسع جدا، رصيف حوالي عرضه بتاع 6 متر أو حاجة. في راجل بتاع جرايد أسطوري، كان راجل خيالي، أنا عمري ما أنسى الراجل ده. الراجل ده كان بيلبس قميص تحتيه بلوفر وبنطلون والشال بقى التلفيحه ويعمل علمه كده، وهو كده. كان مثلا لما يجي له يقول له الجورنال قرام جه، الله ينتقم منهم اخروا الجورنال، مش دايما شايل هم شغله، وشغله هو يعني حياته. فكانت تبقى قاعد كده مستني المترو والجرايد قدامك، كل الجرايد، والناس بقى تقعد بقى تقرا بقى ايه العناوين، يعني حاجه ولا انترنت ولا اي حاجه، عشان تقرا عناوين الجرايد اللي في الدنيا كلها. وكان ممكن تفتح الجرنان وتقرا فيه شويه وتحط. والراجل كان صبور، يعني ما بيتكلمش، ممكن تشتري ممكن ما تشتريش، ما كانش بيتكلم. وزياده عن كده كان عنده مكتبه كامله للكتب المستعمله، ميت الجيب ورجل المستحيل والشهرين 13 واي كتاب، ولو طلبت منه جريده الاهرام بتاعت شهر فات ممكن يوصي يجيبها لك. وكان يعني راجل مش يعني بيوزع جمله، كان الجرايد تبقى محطوطه كده اكوام ويجي الناس بتوع الجرايد اللي بيلفوا دول بياخدوا منه الجرايد. كان حاجه فظيعه. كان ميدان زفير ده، وبعدين مترو بقى كده وماي كده رايح المطريه من عند نادي كده رايح المطريه، يعني كانت حاجه جامده جدا. فانا سجلت اللحظه معينه اللي هقول لكم عليها دي في القصيده. الشاعر شاعر بشعور خطير، اشعار مشاعر بشعار كبير، اشعار شارعي والبيت بتاعنا والمترو الاخضر وميدان السفير. يوم زحمه يابا والناس كتير، ترمي زمر اتوبيس يطير، وبنت شاطر جت على المحطه في الشنطه حاطه كتب كتير، والشمس ناقحه والدنيا سايحه، طلبة مدارس وعيال تعاكس، وبياع جرايد فارش عرايد، على الارض راصص جرانين كتير. وفجأة قامت كل المحطة، المترو قرب الحقني حتة، لكن الغريبة المترو فاضي، قافل بيبانه والناس قصادي، واللي يخبط واللي ينادي افتح لي يا اسطى الحق معادي. الوسطى قال ورشة يا حضرات، وكأنه جاي يرمي السلامات. ودي كانت حكاية من الحكايات عن مترو جاي وعن كل حاجة حلوة بتتقدم. على فكرة من اللفتات الجميلة